بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة القديس العظيم مريمينا العجيبي، بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا. بيطمنك وبيقولك ربنا مش ناسي صلاتك، هيستجيب لأنك غالي عنده قوي. هتفرح وهتنجح وهيطمنك في اللي شاغل بالك، هيبعتلك اللي نفسك فيه، مفيش عند إلهك مستحيل. هيدبرلك كل الخير، هو شايلك فرحة كبيرة مخصوص علشانك. افرح وكفاية هم، هتفرج خلاص وهيغير كل الظروف وهيجدد الأمل والروح جواك. مش هيخيب ظنك فيه، هيفاجئك باللي حلمت بيه وتمنيته. ده كل شيء مستطاع لديه، هينهي خوفك بطمأنينة ويأسك وحزنك بفرح. خليك واثق فيه، ما هو وعدنا وقال لا أهملك ولا أتركك. هو اللي بيقول كن فيكون، يأمر كل شيء يتحقق حسب مشيئته الصالحة ليك. عينه لا بتغفل عننا ولا بتنام، وبيعمل كل شيء علشان يسعدنا ويفرحنا ويرضينا. اطمن، هيفرحك باللي انت بتتمناه. ما تخافش أبدا، يسوع معاك وهيرفع راسك وهيردلك اعتبارك ويعوضك عن الغم الذي قاسيته. هيشفي جروحك وهيقويك، وحتى لو مشيت في وادي ظل الموت لا تخاف شرا، لأنه معك، وعصاه وعكازه يعزوك ويشجعوك ويحفظك برعايته. دايما ايده القديرة ممدودة ليك لانتشالك من أحزانك وألامك، والعبور بيك من أي خطر لبر الأمان والسلام. فهو لا يترك أولاده للهلاك أو الضياع، بل دائما يريد نجاتهم. فاطمئن وافتكر كده، مين حل ليك المشكلة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها؟ مين مد ايده وخرجك من 100 حفرة كنت هتقع فيها؟ وهو برضه اللي هيخرجك من المشكلة اللي انت فيها دلوقتي. فلا تنظر إلى المشاكل أو الضيقات اللي انت بتمر بيها، لكن انظر ليد الله القديرة اللي جايالك بالحلول العجيبة. ثق ان انت محبوب جدا عنده وموضع اهتمامه، حتى لو كنت مثل الفتيلة المدخنة. قادر إلهك يرسل لها ريحا فتشتعل من جديد. ما تخافش يا ابني، يسوع المسيح وضع مشكلتك اللي قلقاك في يده وانساها، وثق انه لا ينساها ابدا، هيحلها اكيد. خليك متأكد ان اصغر تفاصيل حياتك ربنا وحده هو اللي واخد باله منها وبيدبرها بحكمة عجيبة من غير حتى ما تطلب. فما بالك بقى بحلمك وطلبك اللي انت ما بتفكرش غير فيه بس. ثق انه لازم هيظبط كل شيء لخيرك ولفرحك. يمكن تكون بتعافر لوحدك بس هو شايفك، يمكن تكون مش شايف نتيجة دلوقتي بس هو شغال لمصلحتك، يمكن تكون خلاص مش قادر تتكلم تاني من كتر تعبك بس هو سمعك. ربنا مش بينسى، استمر، لأن النهاية هتكون مبهرة ومفرحة جدا. إلهك مش بيحب يشوف العينين اللي خلقها حزينة ومليانة دموع، فاصبر، هيفرحك وهيطبطب على قلبك باستجابات مفرحة. محبته ليك ثابتة ومش بتتغير، هيعوضك عن كل ضيقة انت مريت بيها، وعن كل خسائر مادية، وعن كل رماد واكتئاب ووجع. هيعوضك بفرح حقيقي
وجمال واستمتاع بالحياة. هيفتح لك باب كنت تحسبه من شدة يأسك إنه لم يخلق بمفتاح، لكن مفاتيح كل شيء في إيد إلهنا الصالح يسوع المسيح. هيفتح لك البيبان المقفولة، ليس شيء غير ممكن لديه. انتظر انتظر إلهك، فرسالة فرحته لك آتية قريبا. ربنا هو عايزك دايما تكون فرحان، ومهما بعد بيفضل مستنيك، ومهما قسيت بيفضل حنين، ومهما يئست هيرجع ليك الأمل من جديد، وهترجع انت أحسن من اللي كنت فيه. وطول ما انت ماشي في طريقك هو بيكون ماشي قدامك، بيمهد لك الهضاب ويسهل لك الصعاب، ويشيل من طريقك كل حجر ممكن يوقعك، لأنه عاوزك تكمل وتوصل بسلام من غير ما يصيبك أي أذى أو ضرر. فاطمئن، ربنا عمره ما هينساك ولا هيسيبك لحظة واحدة، هيكون دايما معاك لآخر الطريق. مهما كانت صعوبته قادر يسهله ويعديك منه على خير، وتتراضى في النهاية وتكون في أحسن حال. سلمه أمورك وقوله يا رب لتكن مشيئتك الصالحة في حياتي، وثق إنه هيقود سفينة حياتك للنجاة. مفيش أي أمواج في الدنيا تقدر تغرقك، علشان يسوع نفسه هو اللي هيكون بيقود سفينة حياتك. فطول ما انت معاه انت في ايد أمينة وكسبان على طول. يسوع بيقولك محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. هو كاشف كل أسرارك من غير حتى ما تتكلم، وعارف كل احتياجاتك، ولا يمكن أبدا هيتخلى عنك. مهما كانت ظروفك هيفضل جنبك، وهتعبر أي تجارب أو صعاب انت بتمر بيها بمعونته وبقوته وبسندته ليك. هيديك القوة والشجاعة عشان تقدر تسير في الحياة رغم كل الصعوبات اللي انت بتواجهها، وهيضيق طريقك ويهدي خطواتك، وهيشيل الهم عنك. ليه تشيله لوحدك وهو أبوك السماوي القدير؟ تعال ليه واتركه عنده واستريح، واوعى تيأس. ثق ان بعد الليل هتيجي شمس البر والأمل. وده وعد يسوع لينا لما قال اتركوا المستقبل لمن يعلمه، والأيام لمن هو قادر على السيطرة عليها، ولا تحاولوا أن تتخيلوا الغد في ضوء اليوم، فقد يفاجئنا إلهنا المحب غدا بخبر عظيم لم يخطر أبدا على البال. هيعين ضعفك وبرحمته هيسندك، فاطمئن جدا. آمين. بركة وصلوات القديس العظيم مريمينا العجيبي صانع العجائب تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. آمين.